ما تيجوا بينا نشوف الطبق الحلو الجميل ده، وينفع في العزومات، وينفع في سندوتشات للمدارس، ينفع في أي مناسبة ممكن تعمليها كلاب ساندويتش بتبقى حلو جدا. ما تيجوا بينا نشوف الطريقة وازاي تطلع بالحلاوة والجمال والروعة دي. اول حاجه عندك، لو عندك بواقي من البانيه المتقطع، دايما بيبقى فيه حاجات متهدره كده من البانيه. انا خدت جزء ما كملش اصلا نص كيلو، مع كمان كان عندي 3 وراك انا خليتهم. انا عايزه وراك وصدور، لازم الاتنين مع بعض. اول حاجه خدت الكميه بتاعه الصدور بتاعتي، كانت حوالي ما تكملش نص كيلو، ورحت فرماهم زي ما انتم شايفين، قطعتها وفرمتها في الكبه. الصدور هي اللي هتتفرم معايا في الكبه، لكن الوراك مش هنفرمها. هي دي بقى الحاجه اللي هنعمل ميكس بين الوراك وبين الصدور. بعد ما فرمت الجزء اللي انا زي ما قلت لكم اللي هو كان متهدر عندي في الصدور وفرمته، ده ما بقى فيه حتت متقطعه كده بشيلها على طول في الفريزر. بتنفعني بقى في الأكلة دي، وفي المدارس يا سلام، في سندوتشات بتبقى جميلة وبترمي كتير. بعد ما فرمتها بقى ابتديت ان انا اقطع الوراك. بس زي ما انتم شايفين الوراك المخلية، او ممكن تشتريها كده من عند الفرارجي. ممكن تجيبي فراخ وراك مخلية وتقطعيها قطع صغيرة قوي، كويس كده. وبعد كده بعد ما بتقطعيهم وفرمتي الجزء التاني، بتقلبيهم مع بعض لغاية لما يندمجوا مع بعض كويس قوي. خليهم الاتنين ياخدوا من بعض كتير. الكلام ده هيبقى قبلها بليلة، هننقعها بقى في كوباية حلوة محترمة كده من اللبن. وهنحط بقى البهارات اللي انت عايزاها. انا حطيت جنزبيل، وحطيت فلفل اسمر، وبودرة بصل، وبودرة ثوم، وشوية كاري، بتدي طعم للاكل حلو جدا. وطبعا ملحتها كويس، ما تخليهاش دلعة، عشان طبعا مع اللبن وكده. لا، كتري الملح شوية، وتغطي عليها وتحطيها في التلاجة من بالليل علشان تشرب وتدي طعم حلو. واللبن اصلا مش هيبان، كل ده هيشربه تاني يوم بقى بالمنظر ده. بصي اللبن شرب ازاي من الفراخ، بتبقى بالمنظر الجميل دوت. وبعد كده بقى هنجيب الكيس بتاع اللي هو اللي بنحط فيه الفراخ في الفرن، اللي هو الحراري، الكيس الحراري. هتبتدي بقى تخلطي الخلطة بتاعتك ديت، وعشان هنلفها رول وتلفيها كويس جدا جدا. وتفضلي تضغطي وانت بتلفي، تخلي بالك بالراحه عشان الكيس ما تقطعش منك، لان طبعا هنحطه في الفرن. انا بصراحه الجناب ربطتها بخيط، ما رضيتش اربطها بيبقى جاي معاها جزء كده بيربط الحروف، لكن بصراحه خفت انها تفك مني، ورحت جايبه دباره ورحت رابطه الجنبين. وزي ما انتم شايفين بقيت اضغط، وعشان كمان تاخد شكل الرول. وبس كده، وبتروحي حطاها في صينيه في الفرن. انا على فكره ما حطيتلهاش ولا نقطه ميه، هي اصلا يعني من نفسها كانت جابت الميه كلها. سبتها لغاية لما أكتر من ساعة، لغاية لما لقيتها احمرت خالص. ورحت مخرجاها من الفرن، وطلعت بالمنظر الجميل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عاملة ازاي. طبعا سبتها على فكرة من قبلها بيوم في التلاجة، لأن ما ينفعش تتقطع وهي سخنة، هتتهري منك. عشان كده بص زي ما انتوا شايفين، بصي مسكت ازاي، وبصي خدت شكل الرول. وتقطعيها بقى على حسب ما انت عايزاها، عايزاها رفيعة، عايزاها تخينة، براحتك زي ما انت عايزة وبتحبيها. ايه رأيكم؟ طبعا تنفع والله في اي عزومة، بترمي معاكي. وايه من البانيه المتهدر، القطع الصغيرة. يعني ممكن ساعات الفرارجي بيبيع الصدور بتاعت، بيعملها زي شاورما، او في حتت متقطعة من الصدور برضه بيبيعوها. استغلي بقى الموقف ده واعمليه بالطريقه ديت. بصوا المنظر والحلاوه. وبصي لما تحطيه كده على السفره كده لما يجيلك اي حد، وبترمي. وبصراحه جميله، وكانت طعمها روعه. اهم حاجه تملحيها وتبخريها حلو كده عشان تدي الطعم. وهتجربيها وانا واثقه انك هتعمليها على طول. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناه عشان اوصلك كل جديد. باي باي.